الجوكر، رفاعي الدسوقي، منصور الحفني، الرئيس عمر حرب، كل دي شخصيات محبوبه بالرغم انها اصلا شخصيات مش سويه ويعتبروا فيلنز. طب ليه؟ هل احنا بنحب الاشرار؟ وايه هي اضرارهم على واقعنا؟ وهل هم فعلا كاريزما؟ صلي على النبي ويلا بينا. نبتدي اول حاجه وهي الكاريزما والجاذبيه. دايما السينما بتطلع اشرار عندهم شخصيه قويه، حضور طاغي، وبيتكلموا بطريقه تخليك مش قادر تبطل تسمعه، زي رفاعي الدسوقي وفي مسلسل طوره كان عنده هيبه وطريقه في الكلام كانت تخلي اي حد يسمعه عشان انت خليته لازما يطلع يتكلم كده. وحتى لما كان بيعمل حاجات غلط الناس كانوا متعاطفين معاه. انت متخيل؟ يعني لسه شايف بوستر للفنان احمد عزمي طالع شيخ ومبرق، وطبعا الشيخ ده هيكفر كل كرو بتاع المسلسل ويطلع هو اصله بيعمل معاصي زي ما بيحصل دايما مع الشيوخ في الاعمال الدراميه. وفجاه تقوم انت مطلع لي تاجر السلاح بار باهله وبيعرف ربنا وبيدي النصايح، لا وكاريزما والحكومه بتعمل له حساب. انت متخيل؟ اكيد لو طفل شافه، وللاسف الاطفال بيشوفوا الكلام ده هياخدوه كقدوه. هتقولي لا الاطفال واعي ان ده ممثل. يا فرحتي، ده انا عندي ياخدوا رفاعي الدسوقي قدوه ولا ياخدوا نمبر 1 ده قدوه؟ ده كفايه عبده موته كبير في البنطلون بحب اقولهولك. ده لان الرقابه السنيه مش موجوده كويس. انا ما عنديش مشكله انك تعمل اي عمل بس تكون عامل عليه رقابه سنيه مضبوطه حذره زي ما موجود بره. وده برده مش على الرقابه بس عشان ما اكونش كداب، لازم برده يبقى في رقابه من الاهل. الاهالي بقى بتدي للعيال التليفونات في سن صغير جدا وده لوحده كارثه، فيا ريت الاهالي تهتم بيعلم شويه. احنا بقينا بنشوف اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. نرجع لموضوعنا، نفس الكلام مع الجوكر، عنده حضور قوي وبيخلي الناس كتير تشوفه شخصيه عبقريه رغم انه مجرم. ودايما السينما بتخلي المجرم او الفيلن عنده مبرر للمشكله او الشر دايما، وده ساعات بيبقى حقيقي بس ده برضه بيخلق مبررات لاشخاص عاديين حتى ما مروش بربع اللي شخصيه عملته ان ياخد ده مبرر ويرتكب الجريمه. تاني حاجه الحريه والتمرد. الابطال عندهم قوانين ومبادئ لكن الاشرار بيعملوا اللي هم عايزينه من غير قيود، وده بيخليهم ممتعين اكتر في المشاهده. زي مثلا ما حصل في فيلم باتمان ذا دارك نايت لما كان باتمان قدامه خيارين، يا اما يختار بين المحافظ او حبيبته، اختار الشخص التاني عشان المصلحه العامه وعشان ده قدومان. انما لو الجوكر مكانه مش محتاج اقول لك كان هيعمل ايه. رفاعي الدسوقي كان بياخد حقه بايده والجوكر كان عايش من غير قواعد، وده بيخلي الناس تحس ان عندهم قوه احنا نفسنا مش قادرين نوصل لها ومش المفروض نوصل لها عشان نكون متفقين. ثالث حاجه الذكاء والخطه العبقريه. زي ما قلنا في موضوع رفاعي، ناصر هو بقى الذكاء واذكى واحد في الدنيا ومفيش منه اتنين. مش بس ناصر، وفي افلام كتير الشرير هو اللي بيكون صاحب الخطه المحكمه وهو اللي بيحرك الاحداث والبطل بس بيحاول الحق، وده بيخلي الشرير يظهر في صوره الشخص الاذكى والاكثر تاثير، وده طبعا اللي الناس بتتمنى تكون عليه. بس هل ده خطر علينا؟ لما الاعجاب بالاشرار يزيد عن حد بعض الناس بتبدا تقلدهم في الحقيقه. هنا بقى تيجي المشكله، وهنا بنشوف امثله خطيره. يعني مثلا بسبب فيلم ذا دارك نايت سنه 2012 واحد اسمه جيمس هولمز دخل السينما، وفي امريكا كانت بتعرض الفيلم وكان لابس لبس الجوكر، ودخل الفيلم في السينما وفتح النار على الناس وقاتل 12 شخص. انت متخيل؟ واصاب العشرات. لما حققوا معاه قالوا انه كان متاثر بشخصيه الجوكر وهو عمل كده عشان هو بيستلهم نفسه منها. وفي اليابان في واحد قتل عيلته وقال انه كان متاثر بشخصيه شريره برضه في فيلم. وفي مصر شفنا الشباب بيتقمصوا دور البلطجي عبده موته واشخاص تانية ما يعلم بها ربنا، وده عمل مشاكل كبيره في الشوارع. في امريكا في قضيه شهيره لواحد قتل صاحبه بعد ما لعبوا لعبه مستوحاه من فيلم سكريم وكان متاثر بالشخصيه الرئيسيه للفيلم. طب ليه ده بيحصل؟ ببساطه لان بعض الناس مش بتفصل بين الخيال والواقع. الاشرار في الافلام عندهم قصص مؤثره وده بيخلي بعض المشاهدين يتعاطفوا معاهم لدرجه انهم يقلدوهم. ولما تبدا الافلام والمسلسلات تعرض الشر كانه شيء كول او شيء جذاب ممكن الشباب الصغيرين يتاثروا ويشوفوا ان ده طبيعي. وخلي بالك ان هنا بتكلم على الفيلن نفسه لكن ما بتكلمش عن الممثل نفسه. مثلا احنا عندنا اداءات عظيمه للممثلين عملوا دور اشرار زي عادل ادهم في فيلم الفرن، ده بيكون نوع مش يحببك في الفيلم. احنا ده ما بنشيدش بالشخصيه، احنا بنشيد بالممثل. زي الجوكر ما قلنا برضو احنا بنشيد باداء هيث ليدجر لدرجه ان احنا مش عارفين نلاقي ممثل يعمل الجوكر تاني بعديه. واللي حاول شويه يعمله كان خواكين فينيكس، كان عامل الجوكر بيوريك هو ليه بقى كده، بس لما عمل شخصيه الجوكر نفسها الجزء الثاني الفيلم سقط جدا. فانا بالنسبه لي هيث ليدجر هو افضل جوكر جه في التاريخ. يعني انت عندك محمود المليجي دايما في اي اداء يطلع فيه شرير انت عارف انه كده كده هيبقى افضل شرير شفته في حياتك. انا بالنسبه لي زي ما اتكلمنا قلنا قبل كده ان محمود المليجي افضل ممثل انا شفته في حياتي. احنا هنا بنشيد باداء الممثل زي ما قلنا بس ما شدناش باداء الشخصيه. في فرق كبير قوي في الحته دي. والحل مفيش مشكله انك تعجب بشخصيه شريره في مسلسل او في فيلم، لكن المهم انك تبقى واعي انها مجرد خيال وان افعالها في الحقيقه ليها عواقب خطيره. السينما لازم تقدم شرير بشكل يخليك تفهمه مش تتمنى تبقى زيه. في ناس كتير ادمنت السجاير بسبب انك دايما بتطلع الشخص اللي بيشرب سجاير شخص كاريزما. في النهايه احنا مش بنحب الشر، احنا بنحب الشخصيات اللي عندها كاريزما وقصه مؤثره، لكن لازم نخلي بالنا ان مش كل حاجه بنشوفها ينفع تتقلد في الواقع. الاشرار في الافلام بيبقوا ممتعين لكن مشاهده، لكن في الحقيقه
لا هم كابوس. وانت قول لي ايه رايك؟ عمرك حسيت ان الافلام ممكن تاثر على تصرفات الناس؟ ولو مريت بحاجه زي كده قول لنا في الكومنتات. وبس انا كده خلصت، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان يظهر لك كل جديد، وتعمل لي فولو على الانستا هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.